كيف بدأ الخلق، وفي ربنا ولا لا، في جنة ونار، فيلم الملحد إلحاد بجد. الأسئلة الجدلية دي انتشرت مؤخرا بشكل كبير، وخصوصا بعد الإعلان عن فيلم الملحد، وجدل الفيلم ده في الكاتب بتاعه إبراهيم عيسى الصحفي والإعلامي. وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. الفيلم ده بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة ومجموعة تانية من الفنانين، وأحداثه بتدور زي ما تم التصريح إن البطل الشاب أحمد حاتم في دور يحيى، ووالده محمود حميدة اللي طالع مفروض بدور شخص متدين جدا ولكنه متشدد، وهو وابنه بيبدأ يحصل بينهم صدام فكري، وخصوصا بعد ما يعرف إن ابنه ملحد، ودي صدمة للأسرة كلها، والحقيقة إنها صدمة المجتمع كله. المفروض إن الفيلم بيناقش ظاهرة الإلحاد في المجتمع المصري، واللي خليني أقول لك إنها في 2014 وصل عدد الملحدين في مصر 866 ملحد، ودي طبعا الأعداد المعلنة، واللي حاليا بشكل واقعي من 2014 لحد النهارده أزيد بكتير. وقتها اتصنفت مصر بأنها أكبر الدول العربية الإسلامية في عدد الملحدين. الفيلم ده بدأ تصويره في 2021 وتوقف التصوير ورجعوا كملوا تصويره مرة تانية، وكمان خد وقت كبير مع الرقابة علشان تصريح عرضه. وفي مداخلة للمخرج بتاعه على واحدة من القنوات قال إن الفيلم ده أجرأ فيلم اتعمل وبيناقش قضية مهمة جدا، وقال إن ممكن الجدل ده بسبب إن اسم إبراهيم عيسى موجود فيه ككاتب. تعال بقى أحكي لك شوية حاجات عن إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى واحد من مؤسسين تكوين، واللي اتكلمت عنها في حلقة مفصلة، وبرضه حصل هجوم عليه كبير بسبب آرائه واللي اعتبروها ازدراء للدين الإسلامي. إبراهيم عيسى قال إن معجزة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الإسراء والمعراج ما حصلتش، وشكك فيها أصلا، قال نصا إنها قصة وهمية، وعمل جدل كبير جدا لدرجة إن الأزهر طلع ورد عليه في بيان رسمي، وأكد المعجزة دي بالأدلة ومن القرآن الشريف. وده مش الرأي الوحيد اللي غير مألوف، لأنه كان بيحكي في واحدة من حلقاته عن دخوله الصيدلية ولقى إن الصيدلي قاعد بيقرأ قرآن، استنكر ده وقال إنه المفروض يمسك كتاب عن الطب أو الأدوية، يعني ده مش مكان أصلا يقرأ فيه قرآن. وما وقفتش حكاية إبراهيم عيسى هنا، لأنه قال إن الستات زمان كانوا بيلبسوا بيكيني وقط عادي، وكمان في محافظات صعيد زي المنيا وسوهاج، وفسر إنه التعديلات اللي حصلت في الأزياء دي بسبب الفكر الديني المتطرف. والسؤال هنا، لو ما كانش متطرف كان عادي نلبس بيكيني؟ المهم تعالى بقى للكارثة اللي عملها في 2013 باستهزائه بآية قرآنية. ولا تخول لمحمد مرسي انه يغير شكل مصر وانه يدعي لنفسه سلطانه. هم اقرأوا كتابية هم سلطانية. سلطانية لا، ده سلطانية، مش سلطانية، لا سلطانية. الفيديو ده رد عليه الأزهر في بيان رسمي وقال إن ده استهزاء بالقرآن ويستوجب مساءلة قانونية، ومش عشان يسلي أو يضحك الناس يهزر بآيات قرآنية. طبعا دلوقتي قدرت تفهم ليه اسم الكاتب نفسه مع اختياره الاسم الفيلم مربط. دي أفكاره ودي دايما طريقة عرضه ليها. في مجموعة أسئلة هنا مش هيجاوب عليها غير عرض الفيلم نفسه، واللي هينزل بعد أيام قليلة من الحلقة دي. ليه تعمدوا إنه يكون البطل في الفيلم متشدد دينيا ويظهر بالصورة المرعبة دي؟ هل عشان نتعاطف مع الشاب إنه ألحد؟ وهل الفيلم فعلا بيتعمد يخاطب العقل ولا يضيعه؟ يعني مش كلنا على قدر كبير جدا من الوعي عشان نفهم الأفكار الفلسفية، فاللي هيعمله إنه هيفتح علينا فتحة أسئلة ذهنية توصل كل اللي هيسمعه للإلحاد. ولو الفيلم هينتهي نهاية سعيدة ويجاوب على كل الحاجات اللي ناقشها طول الفيلم، وهل دي خطة بتتعمل عشان تضيع الدين أكتر وأكتر، وخصوصا في ظل الغياب التام للتوعية الدينية لشباب أصغر كتير منهم يدركوا المعنى من أفكار توصل للإلحاد؟ الفيلم من أول ما اتعلن عنه اتعملت حملات مقاطعة. قولي أنت هتقاطعه ولا هتتفرج عليه؟ ما تنساش تتأكد إنك عامل لايك وكومنت وشير على الفيسبوك، وكمان سبسكرايب على اليوتيوب. أنا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.